تصل كمال. أنا هشم رائحة نشيد الإنشاد بعد قليل يا شيخ. والله نحتاجه بصراحة يعني. تابلت مشحونة. لا السلام، كيف مش هنا؟ هذا ايش؟ معقول يا خميس؟ تابلت مشحونة والأسود جاهزة فراح موت. انت قلت التابلت مشحونة، سمعتها مش هنا. لا مشحونة. سمعتها مش هنا والله. طيب. ونشيد الإنشاد بالمصري موجود كمان، هذا مهم يا شيخ. بالمصري والمغربي عندنا الاثنين. هذا المغربي ما شفناه. معقولة ما شفتش نشيد الإنشاد بالمغربي بالدرجة المغربية؟ لا والله يا شيخ، شكله رايح عني. خلي نصراني يشتموا حنسمع بالمغربي. يلا. انت مسلم ولا شنو وضعك انت؟ السلام عليكم. عليكم السلام. مسلم؟ يعطيك العافية شيخ. لا أنا مسيحي، حكيت معك قبل. صحيح صوتك مش غريب شوي يعني. طيب حكيت معك قبل يمكن مرتين. عفوا شيخ، هلا عم بسمعك حضرتك عم بتقول عن النسخ الأصلية. شو بتقصد بالنسخ الأصلية؟ النسخ الأصلية للكتاب عندك يعني اللي هن اللي كتبون لنقول متى ومرقس وهن هول اللي كتبوا الأناجيل بتقصد؟ الكتاب كله ككل من أوله إلى آخره النسخ الأصلية التي كتبت مفروض بخط الكتبة نفسهم ضايعة، هذه مش موجودة. طيب وبدي أسألك شيخ، هلا عند حضرتكم مش النسخ الأصلية كمان مش موجودة؟ نسخ ماذا؟ نسخ القرآن الكريم؟ لا موجودة. ما أنا بعرف على فكرة لا موجودة طبعا. في عندك نسخة برمنغهام، مخطوطة برمنغهام هذه أصلية. مخطوطات صنعاء موجودة، هذه أصلية كذلك. في إلى الآن موجودة نسخ في إسطنبول وفي القاهرة وكذا. لكن حتى لو فرضنا القرآن الكريم ليست موجودة النسخ الأصلية بخط الكتبة. تمام، لحظة بس. جزاك الله خيرا أخي الكريم. مش عارف شو اسمه، أربعة شو اسم الأخ اسمه؟ ما انتبهت اسمه. عربيان. جزاك الله خيرا يا أخي الكريم. المهم، حتى لو فرضنا أن القرآن الكريم نسخه الأصلية المكتوبة بخط اليد ليست موجودة، لا تقارن كتابك بالقرآن الكريم. لماذا؟ لأن القرآن الكريم كتاب محفوظ في صدور المؤمنين على مدار هذه السنين كلها، فنحن مش محتاجين أصلا الآن، نحن مش محتاجين للنسخ الخط اليد. تصور نسخ خط اليد هذه مش محتاجينها. كويس؟ فنحن أساسا نحفظ القرآن الكريم في صدورنا. وسأعطيك مثالا الآن. كويس يا كمال؟ معايا أنت؟ معك عم بسمع. تمام، سأعطيك مثالا. اليوم نحن استيقظنا صباحا، فتحنا نشرة الأخبار اللي ما عادش يتفرج عليها حد أساسا الآن، بس خلينا نرجع بالزمن شوي اللي يتفرجوا على نشرة الأخبار. سمعنا نشرة الأخبار تقول: أيها السادة المؤمنون بالأديان على هذا الكوكب على وجه الأرض، إن نسخ التوراة كلها قد ضاعت، إن نسخ الإنجيل كلها قد ضاعت، إن نسخ القرآن كلها قد ضاعت. هكذا استيقظنا فجأة على هذا الخبر. الآن عندك نصارى ويهود ومسلمين، كل واحد ردة فعله ماذا؟ اليهودي حياخذ له أول زاوية ويهز الدمنقل بتاع راسه ويقعد يبكي. تمام؟ النصراني لو كان مصري حيقول يا لهوي ويا لهوتي. تمام؟ وبالنسبة للمسلم ما الذي جرى أيها الناس؟ نسخ القرآن اختفت. يلا أول كتاب للأطفال الصغار اللي عمرهم 9 10 11 12 يشرف عليهم مقرئ ولا اثنين من كبار الحفاظ ومن أتقن الحفاظ. يلا ننسخ القرآن من الكريم من جديد ونكتبه من جديد ونوزع النسخ من جديد. بس السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قضي الأمر. لماذا؟ لأن القرآن نحفظه في صدورنا. القرآن نحفظه في صدورنا. فالأمر سهل جدا. النصراني موعظة الجبل مش حفظها. موعظة الجبل تلقاه يخطأ فيها. أنا من زمان تحديت وما زال التحدي قائما إلى الآن. لن أطالب النصارى أنهم يسمعوا لي الكتاب كله
تمام. يعني هذا الكتاب كله اللي هو كتابكم يعني اللي تسموه الكتاب المقدس، طبعا يعني هذا الحجم كله يعني مستحيل، هذا كله حافظينه مستحيل. أنا رجل رحيم وأنا رجل حنون معروف عني، يعني بحن شوية عليكم. أنا أطالبكم بس بتسميع إصحاح واحد من إنجيل متى. كويس صح؟ ما قلتلكش إنجيل متى كله، لا لا، إصحاح واحد. يعني إصحاح واحد كم؟ يعني حوالي 3 صفحات. إصحاح واحد بس. ومش حطالب، شوف ركز، ها؟ جزاك الله خيرا أخوائي. ولن أطالب عوام النصارى بذلك، لا لا لا، أنا أجيبوا لي أكبر راس عندكم، البابا نفسه. مش هو مفروض أكثر الناس علما بدينكم؟ يأتي هو يسمع لي إصحاح واحد من أي إنجيل من الأناجيل عن ظهر قلب، ولن يفعل. تخيل إصحاح واحد، بسيط الأمر جدا. فبالتالي نحن مع أن النسخ الأصلية موجودة للقرآن الكريم، لكن التوثيق الكتابي للقرآن الكريم زيادة في التوثيق لا أكثر ولا أقل. لكن الأصل في القرآن الكريم كما قال الله عز وجل في سورة العنكبوت: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. محفوظ في الصدور، وهذا من دلالة حفظ الله عز وجل للقرآن الكريم. لذلك الآن جرب أنك تغلط أمام مسلم في آية، أو أمام أصغر حافظ للقرآن الكريم، لن يمر الخطأ مرور الكرام، سيوقفك وسيصحح لك. الآن أنت لو تبحث عن أقدم تسجيل صوتي للقرآن الكريم، اكتب على اليوتيوب الآن أقدم تسجيل صوتي للقرآن. يعني هذا التسجيل تقريبا مر عليه ممكن 180 سنة ونيف هكذا، لسورة الضحى. لما تسمع التسجيل وقارن هذا التسجيل بأحدث تسجيل لسورة الضحى، واسمع وقارن، لن أقول لك لن تجد اختلاف في الكلمات، فهذا من باب أولى طبعا. تصور أن حتى زمن المد، عارف زمن المد اللي هو ووجدك ضالا فهدى، اللي هو مد لازم 6 حركات، نفس المدة الزمنية للمد في التسجيل القديم في التسجيل الحديث. تصور أنت كتاب دقيق حتى الزمن المد ما تغيرش. كان نحكي لك على كتاب النصارى، حدث ولا حرج، أي مد وأي مدود، إصحاحات بحالها كاملة متغيرة، إصحاحات 2 و3 راحت في بطن الحوت، إصحاحات كاملة. تخيل إن خاتمة إنجيل مرقس، خاتمة إنجيل مرقس، افتح إنجيل مرقس، خاتمة إنجيل مرقس الآن موجودة في ترجمة الفان دايك. ارجع إلى المخطوطات القديمة كالسينائية وغيرها، موكولة كلها، موكولة كلها، ملهوفة كلها. خاتمة إنجيل مرقس كلها مع السلامة، تعيش وتشوف غيرها. المخطوطة السينائية أقدم مخطوطة للكتاب المقدس، خاتمة إنجيل مرقس كلها مش موجودة فيها. معقولة المخطوطة السينائية التي وجدت في القمامة أنتم تظنون هذه مسبة؟ لا، المخطوطة السينائية للنصارى اكتشفت في سيناء في مصر في القمامة. يطلع لك النصراني كتابنا صاحب أقدم مخطوطات في التاريخ، وهي هذه المخطوطات أصلا موجودة في القمامة وفي غيرها. هم يقولون بذلك، ما هذه مش إساءة، هذه ارجعوا إلى أصل المخطوطة السينائية حين اكتشفت. هي اسمها سينائية نسبة لسيناء في مصر، اكتشفت في القمامة. هي أصلا ما معنى كلمة مخطوطة أساسا؟ المخطوطة هي الأوراق القديمة المتهالكة التي مر عليها زمن طويل، صفحات مر عليها زمن طويل. بس يجيك نصارى مخطوطات، هي مخطوطة ورقة قديمة مكتوبة مر عليها 200 سنة ولا 1000 سنة ولا كذا، خلاص متهالكة ممحية ما كذا. المخطوطات ليست دليلا إطلاق على إثبات شيء، أقوى إثبات هو الحفظ في الصدور. لذلك اليوم كتاب النصارى تحرف بسهولة شديدة، تحرف بسهولة شديدة بسبب موضوع المخطوطات هذا. لكن تعال القرآن الكريم
لم يتغير منه حرف لأنه حفظ جيل عن جيل، ولا يزال يحفظ إلى اليوم رغم ابتعاد كثير من المسلمين عن دينهم، لكن لا زال يحفظ إلى اليوم. شيخ بدي أسألك سؤال. حضرتك بتقول بسمعك يعني بسمع مرات بتقول شيء انه مذكور بالعهد نشكر القديم. بس نشكر الأخ، جزاك الله خيرا يا أخي الكريم، بارك الله فيك. ايه تفضل، ماذا قلت؟ حضرتك يعني بسمع انا مرات بتقولوا انه في بالعهد القديم مذكور كلمة يمكن محمدين او شيء هيك عن النبي محمد، عن رسول الاسلام. هذه ما قلتها أنا، لكن في من يقول أنه هو موجود، لكن أنا لا أؤمن بها. بس انا بتذكر كأني مرة حضرتك يمكن عم لا مش محمدين اللي أنت بتتكلم عنها، هذه في سفر نشيد الإنشاد. صحيح مكتوبة كلمة محمدين، مكتوبة محمدين، بس أنا لا أؤمن بها. أنا اللي ذكرته مذكور في سفر هوشع الإصحاح 9، مش في سفر نشيد الإنشاد. اوكي. يعني اللي تكلمت عنها لأن هي نبوات كثيرة. أنا النبوات التي تكلمت عنها إن موجود فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو صفته، سفر أشعياء الإصحاح 42، سفر هوشع الإصحاح 9، سفر التثنية 18 هذه من، وفي سفر دانيال وغيره. هذه أشهر النبوات التي أنا أعتقد بها. وفي سفر المزامير ذكر بكة. هذه نبوات أنا أجزم أن لا يوجد نصراني يجادل فيها. أما البعض الذي يخرج، صح موجودة كلمة محمدين في النص العبري لنشيد الإنشاد، لكن ما زلت أنا ما بحثت هذه النبوة لكي أقول لك مؤمن بها أو غير مؤمن بها. أنا إلى الآن غير معتقد بها لأنني ما زلت ما درستها، فشيء ما درسته أنا لا أؤمن به، فبالتالي أنا مش مدقق في الموضوع هذا. أنا دارس النبوات الأخرى. نعم. وبعدين بالمناسبة نحن أصلا النبوات الموجودة في كتابكم ونستدل بها عليكم يعني لإقامة الحجة عليكم، لكن نحن هذا لا يعني حتى لو ما لا يوجد نص فيه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم في كتابه، هذا لا ينقص من إيماننا شيء، لأن عندنا من الأدلة والبراهين القوية على صدق نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم دون الحاجة إلى اللجوء إلى كتابكم. بس نحن يعني كدليل استئناسي فقط، يعني دليل غير أصلي استئناسا لإقامة الحجة عليكم، لكن أنا كتابكم كله أصلا يعني لا يرتقي إلى أصلا الاستدلال، بس لإقامة الحجة عليكم. طيب شيخ، اذا في حال هيك حاب احكي انا وياك انا بسمعك كتير. انا يعني انا صراحه ما بفوت كتير على اللايف، بس انا بحضرك على اليوتيوب كتير، يعني كل حلقاتك بحضرهم طول ما انا قاعد عندي وقت بحضر حلقاتك. انا كشخص مسيحي انا كمان يعني عندي غيره على ديني، وبسمعك مرات بتحكي اشياء انا مني بالدين، ما خصني بالدين، بس بسمعك مرات بتحكي اشياء عن المسيحيه انا بتزعجني، بتعطيني رحابه صدرك اني انا كمان مثلا انه مثل كانه رد، يعني بتعطيني بكل احترام. أولا لك حق الرد ما دامه في إطار الاحترام. ثانيا، كون أن الشيء يزعجك لا يعني أنه خطأ. كون أن الشيء يزعجك ليس بالضرورة أن يكون خطأ، فأحيانا تكون الحقيقة مرة، وأنا شخص لا أجامل في الحق، بالعكس قد تكون هذه الحقيقة يعني سبب في إيقاظك وخروجك من الوهم الذي أوهمتك به الكنيسة. فبالتالي أنا شخص ليست عندي كلمة أسأت فيها، مع أن أنا يساء إلي في البث، في كل بث لا يمر بث إلا ويدخل مجموعة من النصارى أو الملحدين ويشتمون بأقبح الشتائم، وهذا أمر لا يخفى على أي أحد يتابع البث المباشر. وأنا بطبيعتي كإنسان أكيد سأنفعل وأرد عليهم. طبيعة الإنسانية هكذا، أنا مش يعني من كوكب آخر وكذا، لكن حريص جدا إن كلامي لا يكون إلا بالدليل والبرهان. حريص جدا أن لا يكون دليلي إلا بالكلامي إلا بالدليل والبرهان. فتفضل رد، ما هي النقطة التي يزعجتك وعندك حق الرد. أهلا وسهلا. كلك ذوق شيخ، مشكور. انا يعني مثلا هلا النقطه اللي حكيت فيها، مثلا حضرتك مثلا مرات بشوفك عم تحكي انه بتقولوا انه شوفوا هول اخلاق المسيحيين، انه شتمين وما شتمين. انا مثلا بكون كتير على لايفات مسيحيه وبفوت كمان ناس اسلام فيها وبيشتموا كتير، يعني اكتريتهم بيشتموا. اكتر الناس اللي بيفوتوا على اللايف، كون انا عم بحضر لايف مسيحي، 3/4 بيفوتوا وبيشتموا للزلمه بامه يعني بابشع الاوصاف. يعني حتى الاسلام بيفوتوا بيشتموا عند المسيحيه،
وحتى انا مره كنت على لايف، ان شاء الله ما بكمل المحادثه معك، حتى حدا فتح الكاميرا مع الشخص قال له بده يناظره وعرض العضو الذكري تبعه على الكاميرا قدام عيوني. ان شاء الله ما بكمل المحادثه معك اذا عم كذب. طيب انتهيت؟ ايه انتهيت. انا عم بقول لك عن هالنقطه، في نقطه غيرها اذا بتحب. طيب تمام. لا خليني ارد عليك في هذا الكلام اولا. تفضل. تمام. اولا بغض النظر عن كلامك الذي لا دليل عليه، لكن انت قلت كلام، خلاص قل ما تشاء، لكن هل في دليل على هذا الكلام؟ ما فيش دليل. هل في دليل ان هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل مسلمون؟ لا يوجد دليل على ذلك. يعني هذا كلام من عندك. طبعا ان شاء الله ما بكمل، وان شاء الله بيقصف الله عمري، وان شاء الله ما ادري ايش. يعني المثل الشامي يقول، مع احترامي لك طبعا مش قصدي شيء، بس يعني المثل الشامي يقول قالوا للحرام حليف قال جانا الفرج. فبالتالي يعني ايش، سامحني فيها يعني هذه الكلمه، ما علينا، قد تكون صادقا قد تكون غير ذلك، لكن انا ساعطيك قاعده عامه في هذا الموضوع. الاشكاليه انه اي دين يشجع على هذا الفعل، اي دين يشجع على هذا الفعل. يعني الليفات اللي انت بتحكي عليها هذه بتحرق المصحف، تسب الرسول صلى الله عليه وسلم صراحة، تسيء إلى الإسلام صراحة، تطعن في أمهات المؤمنين صراحة. فقد يكون هذا المسلم حين صعد عندهم، وهذا خطأ أصلا، لا يجوز للمسلم أن يبقى في مثل هذه القاذورات، محرم ذلك. قال الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فبالتالي هذه الليفات كلها هذا وضعها. لكن أنا لما يدخلوا هنا يسبون ويشتمون، عمرك أنت شفتني إني أنا مزقت الإنجيل مثلا؟ هل رأيتني يوما من الأيام أحرقت الإنجيل؟ لا. هل رأيتني يوما من الأيام وضعت قدمي على الإنجيل؟ لا، لأنني أنا لا أنزل إلى هذا المستوى. أنا عندي من الأدلة والبراهين ما أوجع بها بالدليل والبرهان دون الحاجة إلى هذه السفهات. هل رأيتني سببت يوما المسيح عليه السلام؟ أصلا إذا سببت المسيح عليه السلام كفرت لأنه نبي من الأنبياء. هل سببت أمه مريم عليه السلام؟ سأكفر لأنها امرأة معظمة في الإسلام. هذا هو الفرق بيننا وبينكم، هذا هو الفرق بيننا وبينكم. احنا مش ضد الحوار والنقاش بالدليل والبرهان. اليوم يا أخي دول تسيء إلى الإسلام، دول. رئيس فرنسا هذا ماكرون هذا اللي كل يوم تضرب فيه طريحة مرات، هذا لما طلع في عام 2018 وأساء للرسول صلى الله عليه وسلم، أو أيد الإساءة في الرسوم المسيئة في عام 2018، القصة التي اشتهرت، تمام، وخرج ولم يستنكر ذلك بل وأيد هذا الفعل، ثم خرج وقال الإسلام في أزمة وأساء إلى الإسلام. ومن يومها كل مرة مضروب بشيء، مرة ضربينا ببيض على راسه، مرة ضربينا كف على وجهه، مرة كذا، كل مرة مهان بشيء. سبحان الله، يعني من يوم ما قال الإسلام في أزمة وهو الذي في أزمة. الشاهد رئيس دولة يخرج يتكلم عن الإسلام. أنت عمرك شفت رئيس دولة مسلمة خرج تكلم عن نصرانية ولا جاب سيرتها أساسا؟ ما فيش. يعني أنتم حتى رؤساء بلدانكم يسيئون إلى الإسلام. ترامب كل مرة يخرج يقول الإسلام يكرهنا. ترامب منزعج من منظر المحجبات في لندن، قالها في الأمم المتحدة بكل صراحة. مش هقول لك النتن الوسخ هذا وكذا لأن هذه مش دولة، أنا أقول لك عن الدول اللي هي معروفة. يعني إشكاليتنا معكم أنكم أنتم تسيئون إلى مقدساتنا، مش في الحجة والدليل والبرهان. كبراءكم يسيئون إلى مقدسات المسلمين. والشيء اللي يقهر إن بعد تخرجوا وتقولوا نحن محبة، أحبوا أعداءكم باركوا لاعنيكم. يا أخي لا تحبونا ولا نحبك، أنتوا بس احترموا مقدساتنا وما نريد منكم شيء. لا تحبونا، شكرا شكرا، خلوا محبتكم عندكم. السويد قامت بحماية هذا المفطوس، هذا سروال موميكا هذا، قامت بحمايته 3 مرات يحرق المصحف. شرطة الدولة تحرق، شرطة الدولة تحمي شخص يحرق كتاب مقدس يؤمن به 2 مليار. شرطة الدولة موجودة في الأمم المتحدة اللي ما تتحد إلا على المسلمين.
تخيل أنت هذا المشهد تشوفه في بلاد مسلمة، هذا اللي تتهموها أن بلاد بلاد الإرهاب وبلاد كذا. عمرك شفت في بلد مسلم أن واحد أحرق الإنجيل والشرطة في البلاد المسلمة تحميه؟ والله العظيم اللي يسجن في ثاني يوم إذا حرق الكتاب المقدس ولا الإنجيل ولا حتى كتاب اليهود نفسه. لن تجد هذا المشهد. هنا نحن كمسلمين لا نلجأ إلى هذه السخافات والتفاهات. نحن أمة الدليل، نحن أمة البرهان، مش محتاجين إن نحن ناخذ كتابكم ونحرقه ولا ندعسه وكذا. عندنا المقدرة على ذلك ولكن لا نفعل، لأنه لا يليق بمقامنا كمسلمين. أمة جعلها الله عز وجل خير الأمم. نحن نحاجج بالدليل والبرهان، نثبت أن كتابك محرف، نثبت أن كتابك خطأ، نثبت الأخطاء التاريخية في كتابك، الأخطاء الجغرافية وغيرها وغيرها وغيرها، كله بالدليل والبرهان والجدال العلمي. فيدخل النصارى في البث ما من شتيمة إلا ويشتمونها، ما من شتيمة إلا ويشتمونها، ويكيلوا بمكيالين. هم عارفين أن المنظمات التنصيرية العالمية تدعم القساوسة بمليارات، بملايين الدولارات. يعني هذا رشيد حمامي هذا اللي قاعد في أمريكا واللي عندي أصلا اسم الممتلكات بتاعه في أمريكا، من يدعمه؟ الكنائس والمنظمات التنصيرية. كل التلاحيد اللي يخرجوا في البثوث المباشرة، كل التلاحيد اللي يخرجوا في البثوث المباشرة كلهم هؤلاء مخصص لهم رواتب شهرية. لذلك ما فيش أي واحد منهم يجرؤ يفتح فمه ينتقد النصرانية. أبو قبلة هذا يقول النصرانية حلوة وفيها الرب يحب مش عارف من، ما يقدرش، لأن الحنفية تقف. لو تكلم عن النصرانية المنظمات التنصيرية تسحب الدعم يا حبيبي. هم عارفين كل هذا الكلام، النصارى مش معترضين، بالعكس يؤيدون. والله المنظمات التنصيرية تضخ وعندي كل هذا الكلام هذا عندي عليه بالدليل والبرهان، تضخ أموال أنت مستحيل تستوعبها. يعني مش $1000 ولا 2000 ولا 100,000، حتى ملايين الدولارات. ولما يجي أسد على التيك توك الشيخ اسكت، سوسنة كانت تعطي في فلوس ليسوع المسيح، ومريم المجدرية كانت تعطي فلوس في ليسوع المسيح، و شو اسمها هذه هي من؟ يونا امرأة خوذي. يونا امرأة خوذي كانت تعطي أموال ليسوع المسيح وفقا لكتابكم. شوف أنا كيف كلامي بالدليل في كتابكم في إنجيل لوقا الإصحاح 8 العدد 3: معبودكم الذي تعبدونه أيها النصارى كان يأخذ أموالا من النساء مقابل الخدمة. واحدة بيطلع لها شياطين، واحدة بيطلع لها مش عارف جن، واحدة بيطلع لها جن أزرق وعفريت وكذا، ويعطوه أموال. تفضل بس طلع لنا دليل، لا شيطان ولا غيره. فبالتالي أنتم تكيلون بمكيالين. الإسلام دين لا يشجع على الشتائم. الإسلام هو الدين الذي يقول ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. الإسلام هو الذي يقول ذلك. لكن أنتم كتابكم يشجع على الشتائم. بولس كان يفتتح رسائله بقوله في رسالة بولس إلى أهل غلاط، يفتتح رسالته أيها الغلاطيون الأغبياء. افتتح رسالته هكذا. الناس بيبعثوا رسائلهم لا أيها الغلاطيون الأغبياء. يسوع المسيح ما في كلمة وما عقبها وقال